السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الحديث عليكم بالنسيلان ده. اتفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أريد أن أسأل عن حكم صلاة المرأة في السيارة إذا كانت يأخذ وقت الصلاة. حكم صلاة المرأة في السيارة كصلاة الرجل في السيارة. تجوز الصلاة في السيارة إذا كانت في سفر للنافلة حيثما توجهت بك الراحلة. يعني هل يجوز إذا كانت متوقفة؟ نعم. هل يجوز إذا كانت متوقفة؟ في طريق السفر النافلة ليس الفريضة. بس إذا لم يكن في سفر. لا، مش في سفر تنزل تصلي الفريضة، ولا يجوز أن تصلي النافلة وأنت في الحضر على السيارة. لم أفهم يعني. ما أنت كم عمرك أو كم عمرك مش عارف. عمري 17 سنة. 17 سنة يعني بالغ وتفهم. نعم بنت. مرحبا يا بنت. أقول لك أيوة. إذا كان السؤال مركز، هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟ هذا سؤال يعني في بلدك. هذا السؤال هو يا بنت الحلال ولا غيره؟ أنا سمعت لفضيلتك يعني على العموم أنا سأجيب على هذا السؤال للحاجة إليه. أنا سأجيب على هذا السؤال الذي طرحته أنا الآن. هل يجوز لشخص رجلا كان أو امرأة أن يصلي السنة النافلة على الراحلة في الحضر؟ يعني أنا من القاهرة، واحد من القاهرة مثلا، ويركب سيارة داخل القاهرة، هل يجوز أن يصلي السنة التي هي النافلة على السيارة حيثما توجهت به في القاهرة، أو يلزم أن يكون سفر؟ هذا سؤال أجيب عليه مستعينا بالله. عن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه حديثان. حديث مقيد بالسفر، حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، فقيد بالسفر. الحديث الثاني ظني أنه من حديث جابر لكنه صحيح الإسناد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، دون ذكر في السفر مطلقا. وبه أخذ بالأخير عالم يقال له أبو سعيد الأسطخري. أبو سعيد الأسطخري من علماء الشافعية، قال بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر والسفر لحديث جابر المطلق. وفريق من العلماء قيد بالسفر، قيد بالسفر. وبعض الشافعية قالوا بمجرد خروجك من البلدة ولو كيلو تصلي النافلة على الراحلة. فالوجهتان قائمتان، وجهتان قائمتان. فهمت يا بنت؟ فهمت، بس أنا يعني أسأل عن الفرض. والفرض لا، الفرض إذا حضرت الفريضة تنزلي، إذا كنت خايفة أن الناس يرونك وأنت تصلين في الشارع أو في أي مكان، لا خوف من هذا. النسوة على عهد الرسول كنا يصلين في المسجد وراء الرجال. لا يصلح أن تصلي الفريضة على النافلة في الحضر ولا في السفر، إلا إذا كانت هناك ضرورة. في السفر السيارة لن تتوقف إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى في الفجر خاصة مثلا. أنا مرة حصل معي كده صليت المغرب. خلاص، عفى الله عما سلف في اللي حصل معك المرة. الجديد مشكلة حصلت معي إن واحدة كانت بجواري زي متوضعة وتجوز مثل يعني لم تجدي ماء بجوارك تتيممي وتصلي. إذا لم تجد الماء تيممت وصلت. شكرا.